السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر، ودي قناتي قناة أحلى الأكلات مع سحر. بقدم فيها أجمل الحلويات الشرقية والغربية، وكمان بنقدم أفكار لتزيين التورت والجاتوهات. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لي اشتراك لقناتي واعملي لي لايك للفيديو، ولو ليكي أي سؤال سيبهولي في الكومنتات وأنا بإذن الله هرد عليكي. تعالوا النهاردة نعمل صينية الكنافة الأمر اللي قدامنا دي بحشوة جميلة جدا، يعني حشوة فاخر من الآخر. تعالوا نشوف عملنا الصينية القمر دي ازاي. اول حاجة هنبدأ نجهز الشوربة. حطيت كده الحلة على النار ونزلت عليها بكوبايتين من السكر، بضيف كمان عليهم كوباية من المية. ما بقلبش خالص وبسيبهم كده على النار. بمجرد ما يبدأوا في الغليان، شايفين النار عندي لسه عالية، كنت بوريكم النار. اول ما بدأوا في الغليان بالشكل ده هبدأ ان انا انزل عليهم بربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. لو مش موجود عندك ملح ليمون ضيفي عصير ليمون عادي جدا. بعد الغليان بتبدأي ان انت تهدي عليهم النار وبتسيبيهم بالظبط على النار لمدة 7 دقايق. بعد ما خلصنا الشربات بتاعنا دلوقتي هنجهز اجمل حشو هتشوفيها طعمها جميل جدا فاخر كده من الاخر. جبت حلة من وحطيت فيها كده 15 حباية من البلح، اللي هو البلح الطري اللي احنا بنفطر بيه، وضفت عليهم كمان كوباية من اللبن. دلوقتي كمان رشيت عليهم رشة بسيطة من القرفة، وما تقلقيش القرفة مش بتعمل طعم، لو انت ما بتحبهاش مش هتأثر قوي، بس هتدي طعم جميل. سبتهم يغلوا بالظبط لمدة دقيقتين على النار، وبدأت ان انا اشغل عليهم الهاند بلندر لان انا عايزة الخليط بتاعي بيوريه. ممكن لو مش موجود عندك هاند بلندر ممكن تستخدمي الخلاط. بعد ما ضفتهم كده بالهاند بلندر، بدأت ان انا كمان ضفت عليهم نص كوباية من اللبن مرة تانية علشان اتأكد ان الخليط بتاعي بقى ناعم جدا ومفيهوش اي تكتلات. دلوقتي للوصفة دي انا هستخدم بالظبط كوبايتين من اللبن. حطيت كوباية ونص وده اخر نص من الكوبايتين. جبت وبدأت ان انا اضيف عليه 3 معالق من النشا، واللبن ده طبعا لازم يبقى بارد جدا. بقلب كده كويس جدا لحد ما اتاكد ان النشا بتاعي بدأ يبرد، وطبعا هديت النار على الخليط بالشكل اللي احنا شايفينه. وهبدأ ان انا دلوقتي انزل بخليط اللبن والنشا، وطبعا بمجرد ما تنزلي بالنشا لازم تقلبي تقليب باستمرار علشان النشا ما تتحرقش منك. بقلب بالشكل ده الخليط لحد ما يبدأ ان هو تحس بدأ يتقل ويعمل معاكي فقاقيع كده، والنشا تحس ان هي بدأت تستوي. شايفين قد ايه الخليط معايا كده هو تقيل، وده القوام المطلوب. كده بطفي عليه النار، وكده الحشوة بتاعتي خلاص اصبحت معايا جاهزة. عندي 350 جرام من الكنافة، حطها ساعة واحدة في الفريزر. لو عندك وقت كافي هاتيها وبيتيها في الفريزر قبلها بليلة. دلوقتي بدأت ان انا اقطع الكنافة، حطيتها ساعة زي ما انا قلتلك في الفريزر، وهحطها في الكبة. لو مش موجود عندك كبة ممكن تقطعيها بايديكي او ممكن تقطعيها بسكينة. بدأت ان انا احطها في الكبة وهبدأ ان انا افرمها. عايزة افرمها فرم ناعم جدا. اشغل عليها الكبة كده يدوب لفة واحدة، بتديني طبعا الخليط الناعم اللي احنا عارفينه. ده شكل الكنافة بتاعتي بعد ما فرمتها. شايفين قد ايه بقت ناعمة جدا ومفرولة ومتقطعة قطع صغيرة جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش باللايك والسبسكرايب وكومنت تحفيزي يشجعني ان انا اعمل لك من الفيديوهات دي كتير، ويشجع ان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. دلوقتي بدأت ان انا اضيف على خليط الكنافة 3 معالق من السكر البودر. والسكر البودر مهم جدا يا جماعة في الكنافة، بيديها تماسك وبيديها كرملة وبيديها لون وطعم جميل جدا. ببدأ اقلب الخليط كويس جدا لحد ما احس ان السكر بدأ ان هو يتغلغل كويس جدا مع الكنافة. جبت الصينية بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، والصينية بتاعتي في المقاس 24. بدأت ان انا هوزع فيها نص كمية الكنافة اللي عندي. مش مهم ان انت توزني، يعني خديها كده هوت بالنظر ووزع، وحاول ان الطبقة بتاعتي تبقى متساوية. لو ملاحظين ان انا هنا محطتش لسه سمن للكنافة، وده طبعا هيسهل عليا ان انا افرد الكنافة كويس جدا، ومتتكتلش الكنافة وتبقى كده كتل مع بعض وتتعجن مع السمنة. وهنديها سمنة بس استنوا بعد ما نفردها. كنت هنا بوريكم الخليط اللي هو متبقي مني. بدأت ان انا كده افردها، ودلوقتي هبدأ برضو ان انا اعمل جوانب بقى للصينية بتاعتي. استخدمت كده كوباية في الاول. بدأت ان انا اضغط واكبس الكنافة كويس جدا. لازم خطوة ان انت تكبسي الكنافة وتدوسي عليها كويس جدا علشان الكنافة بتاعتك تبقى متماسكة وجميلة. دلوقتي بقيت اخد برضو جزء من الكنافة واعمل كده هو الجوانب، او يعني حاشة كده هو
الصينيه بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه، علشان لما نيجي نحط الحشوه بتاعتنا ما تخرجش وتتحرق مننا كده في الفرن وتبقى باظه مننا وتبقى شكلها مش مظبوط. برضو لازم تكبسي الكنافه بتاعتك كويس جدا، ودي خطوة على فكرة مهمة جدا. ده شكل الكنافة بعد ما خلاص كبستها. دلوقتي عندي كوباية سمنة ناقصة معلقتين بالظبط. يفضل لو سمنة بلدي، لو مش موجود عندك سمنة بلدي ممكن تحطي خالص سمنة بلدي على سمنة نباتي، لو مش موجود عندك استغني عنها خالص خالص. دلوقتي باستخدام الفرشة بدأت ان انا اسقي الكنافة بالسمنة بالشكل اللي احنا شايفينه، ولازم تبقي حريصة جدا ان كل جزء من الكنافة ياخد السمنة المظبوطة بتاعته. واهم حاجة تهتمي جدا بالجوانب علشان ما تطلعش الكنافة بتاعتك ناشفة ومعطمة، لان اهم حاجة طبعا في الكنافة السمنة، لان لازم الكنافة تاخد سمنة كتيرة وعلشان تتقلي وتبقى مظبوطة جدا. بعد ما وزعت السمنة بالشكل اللي احنا شفناه قدامنا كده، بدأت ان انا انزل بالخليط بتاع الحشوة اللي انا عملتها. طعمها جميل جدا وريحتها جميلة بجد. هبدأ ان انا اوزعها في الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه، بس تحاولي ان انت ما تاخديش الحشوة على الطروف بتاعه الصينيه زي ما قلت، علشان ما تخرجش بره وفي الفرن وتبدا تتحرق منك ويبقى شكلها مش مظبوط. وعشان كده انا عملت جوانب كمان للصينيه بتاعتي. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسينيش كده باللايك. دلوقتي بدأت ان انا احط النص الاخير اللي متبقي عندي، وطبعا بتحطيه بالشكل اللي احنا شايفينه، بتوزعيه كده اهوت، بتدوسي عليه عشان يتساوى، بس طبعا ما بتدوسيش قوي. وهنا فضل بقى الكمية الباقية من السمنة، هبدأ برضو ان انا اسقي بيها الكنافة بتاعتي كويس جدا، واتأكد ان كل جزء زي ما انا قلتلك في الكنافة اخد كمية السمنة المظبوطة. بعتذرلكم يا جماعة طبعا على صوتي، لان بجد واخدة دور برد فظيع جدا. كده خلصت كل كمية السمنة اللي عندي، واتأكدت ان الكنافة اخدت السمنة المظبوطة بتاعتها. هدخل الكنافة الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تحمر من تحت، ما يولعش عليها اي شواية. تعرف ازاي انها احمرت؟ لما تحس الجوانب بدأت ان هي تاخد لون ذهبي، وتحس الكنافة خلعت كده من الصينية. بعد كده تديها لون على الشواية، تاخد الوش من فوق. بعد ما خرجتها بسقيها بالشربات. شربات زي ما احنا قلنا لازم يبقى يعني مش ساقع خارج من التلاجة، لا، بس يبقى في درجة حرارة الغرفة او في درجة يعني ايه الرضعة بتاعة البيبي. دلوقتي بدأت ان انا اسقي الكنافة بتاعتي بالشكل ده، ومش بديها كل الكمية مرة واحدة، بديها بسيب حوالي يعني ايه نص كوباية كده، بخليها بعدين وهنشوف هنخليها ليه. بعد ما سبتها حوالي ساعتين ثلاثة بدأت ان انا اقلبها، ودلوقتي بسقيها بالكمية المتبقية عندي من الشربات. وزي ما انتوا شايفين انا بوزع الشربات كده بالسباتشولا على الكنافة، بتشرب معايا وجميلة جدا جدا. على قد الكنافة ما هي لونها زي ما احنا شايفين جميل جدا، كمان قوامها مظبوط جدا جدا. دلوقتي عندي اللي هو كريم صوص كراميل. معلش يا جماعه مش مركزه شويه. صوص كراميل بدات ان انا ازين بيه الكنافه. وعندك كريسبي، اي لون عندك ممكن تحطيه. طبعا التزيين دايما بنقول ان هو بيرجع لك على حسب ذوقك وعلى حسب الموجود عندك. بدأت كده بعد ما خلصت الشكل اللي احنا شايفينه، حطيت كده هو جزء في النص، وعلشان طبعا الكنافة بتاعتي فيها الحشوة معمولة بالبلح او بالتمر، بدأت ان انا اجيب كده انصاف من البلح، وبدأت ان انا اعملهم على شكل وردة، وحطيت كمان في النص كريزة اديتها شكل جميل جدا بالشكل اللي احنا شايفينه. وده الفيديو بتاعي، ودي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى ان هي تنال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.